بمناسبة العاصفة والبرد ده قررت أعمل لكم المكرونة المبكبكة أو المكرونة الجارية. بسم الله. في طاسة غويطة هحط 50 جرام من اللية، عايزين اللحمة تبقى دسمة أكتر وتدي طعم أحلى. وأول ما اللية تبتدي تدوب أحط معلقتين زيت كبار، بعد كده أنزل ببصلتين كبار مقطعين وأقلب لغاية ما يدخلوا في الإحمرار، وأضيف معلقة توم مفروم، بهاراتي، ملح، معلقة بابريكا، معلقة فلفل أسمر، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة سكر يا سكرة. أضيف اللحمة المفرومة وابتدي أقلب اللحمة مع التتبيلة، والريحة مش قادرة أقول لكم على جمالها، اللهم بارك. وغطي اللحمة وتابعها، وأول ما اللحمة تدخل في السوا أضيف قرنين كده فلفل رومي، وأضيف كوبايتين طماطم مسبكة وأقلبهم كويس جدا لغاية ما الطماطم تتمكس باللحمة، وأغطيها وأسيبها تتسبك، وأضيف معلقة هريسة الشطة، دي بتدي طعم أقوى للمكرونة. يا جماله يا جماله. أضيف الصلصة باللحمة في حلة كبيرة، بعد ما اتسبكت وبقت زي الفل كده أضيف الشوربة بتاعتي، وضفت كمان واحدة مرق عشان تعزز الطعم معايا. واول الشوربه ما تغلي اضيف المكرونه. انا ضفت كيس ونص، ويا ريتني ضفت كيسين عشان من جمالها خلصت فورا. واغطيها اول ما تغلي اوطي النار عليها، واول ما تلاقي صوص المكرونه قل ممكن تزودي شوربه او ميه، والهدف في النهايه عايزينها يبقى فيها صوص كده عشان تبقى مبكبكه معاكي كده وجميله. كده استوت ما شاء الله. نقلبها بقى في الصينية، وبكده معانا أحلى وجبة شتوية في البرد ده. ولو عجبك الفيديو اعملي متابعة وسلام.